عندما أرى مقطع مثل هذا نبكي الدم. كي نشوف مقطع مثل هذا نبكي الدم. هذه لم تحدث في تاريخ الجزائر، لم تحدث في تاريخ الجزائر. أنا تمنيت، سعيد بن زدير، تمنيت أنني نموت، أقسم بالله العلي العظيم تمنيت أنني نموت وما نسمعش الكلام هذا. تمنيت أنني نموت وما نسمعش الكلام هذا. اسمعوا الكلام هذا، تسمعوا معايا تبكوا الدم. اسمعوا. تمنيت نموت، تمنيت نموت وما نسمعش الكلام هذا. اسمع. شروط المغرب للصلح: وقف دعم البوليساريو و17 شرط آخر. أولا، على الجزائر أن تعترف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية المغربية دون أي تحفظ وفورا. اثنين، على الجزائر أن تفكك مخيمات تندوف دون قيد أو شرط. ثلاثة، على الجزائر أن تسلم سلاح الميليشيات الخاصة بالبوليساريو للمغرب. أربعة، على الجزائر أن تسلم مجرم الحرب من البوليساريو للمحاكمة في المغرب. خمسة، على الجزائر أن تعتذر عن عدوانها ضد المغرب طيلة نصف قرن، وأن تعوض المغرب عن كل الخسائر التي تسببت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ستة، على الجزائر أن تعيد ممتلكات المغاربة المطرودين والمهجرين قسريا سنة 1975 فيما سمي بالمسيرة الكحلة، وذلك بسبب المسيرة الخضراء التي لم يكن لهم ذنبا فيها. سبعة، على الجزائر أن تعوض هؤلاء الضحايا وأبنائهم وأحفادهم عن تلك الجريمة والتي تعد من جرائم الحرب وفقا لاتفاقية جنيف. 8، على الجزائر أن تعيد الأراضي المقتطعة من المغرب وآخرها واحة العرجة بفكيك وتعوض عن الخسائر المترتبة عن هذه الجريمة. 9، على الجزائر أن تعوض كل ضحايا الاغتيالات غدرا برصاص الجيش الجزائري على الحدود، وهم يعدون بالمئات، وآخرهم الشبان الثلاثة بشاطئ السعيدية وسائق الشاحنات بجمهورية مالي. 10، على الجزائر أن تعوض المغرب عن 53 سنة من عرقلة استغلال منجم غار جبيلات، وأن تعيد الحدود إلى وضعها قبل اتفاقية 1972 التي خرقتها الجزائر. 11، على الجزائر أن تعوض المغرب عن ضحايا حادثة أطلس إسني وما ترتب عنها من خسائر في السياحة. 12، على الجزائر أن تعوض المستثمرين المغاربة في الجزائر والذين تضررت مصالحهم بسبب قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف الجزائر بشكل أحادي، وبسبب قرارات وزارية موثقة تمنع التعامل مع الشركات والمقاولات والبنوك ومكاتب الدراسات المغربية. 13، على الجزائر أن تعوض الشركات المغربية عموما وكل المتضررين في المناطق الحدودية على الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها الجزائر بإغلاق الحدود من جانب أحادي. 14، على الجزائر أن تعوض المغرب عن الخسائر المترتبة عن قطع أنبوب الغاز نحو أوروبا بشكل أحادي وكل الإجراءات التعسفية المماثلة. وإن كنا الآن هناك خط آخر لو خط النيجر، نشر دولة أفريقية المغرب ثم إسبانيا، ولكن بالتأكيد لابد أن تعوض عن الخسائر المترتبة على الفرصة الضائعة. 15، على الجزائر أن تعوض المغرب عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا المترتبة عن عرقلة وتجميد اتفاقية اتحاد المغرب العربي. 16، على الجزائر أن تعوض سكان مدينة فكيك من حرمانهم من استغلال واحتهم خلف الحدود مثلما كانت تنص عليه كل الاتفاقيات المشتركة منذ استقلال الجزائر، ونصت عليها كل الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى منذ سنة 1902. 17، على الجزائر أن تعوض المغرب ماديا ومعنويا عن السب والقذف والطعن في الأعراض والشرف وتشويه سمعة الدولة من طرف الوزراء والمسؤولين الجزائريين ومن طرف الإعلام الجزائري الرسمي، مع الاحتفاظ بحق المتابعة في حق الجهات غير الرسمية. 18 والأخير، على الجزائر أن تقدم ضمانات دولية ملموسة وموثوقة وموثقة بعدم تكرار جرائمها في حق المغرب والمغاربة. شروط المغرب. يا الجزائر، يا ابو مدين في ذيك الرقده، وراك يا ابو مدين، وراك يا ابو مدين في ذيك الرقده يا ابو مدين، رحمك الله برحمته الواسعه. يا ابو مدين الله يرحمك. وصلنا في 2025 وين نسمعوا النظام المغربي يحذر لاشتراط 18 شرط مقابل حوار فرضه ترامب على تبون ولم يفرضه على الجزائر. فرضه على تبون وعطاف ولم يفرضه على الجزائر، لأن الجزائريين الأحرار الشرفاء لا يخضعون ولا يركعون ولا يخنعون ولا يطبقون أوامر لا ترامب ولا الرئيس الألماني اللي قال لها دوري دارت ولا أي مسؤول مهما كان. الجزائر اللي تربينا عليها لا تركع إلا الله سبحانه وتعالى، ما يديروا قدر إلا لمن يحترمهم ويقدرهم. الرئيس الألماني قال لها دوري دارت. سعد بوعقبة ابن العائلة الثورية عميد الصحفيين قال كلمة عش مرمي في السجن وهو المريض بالقلب وهو صاحب أكثر من 80 سنة مسكين، وما قدمه للجزائر
شرف الجزائر، كان المرافق الخاص لحسن هيكل، وما أدراك ما حسن هيكل. سعد بوعقبة يقضي ليلته في سجن القليعة، بينما صنصال الذي قال عنه الرئيس تبون مجهول النسب، وليد كذا وكذا، بعد تدخل الرئيس الألماني أصبح يتنعم في باريس ويقابل الرئيس الفرنسي، وبعده كثير من الرؤساء وممكن زعماء العالم. سعد بوعقبة مرمي في السجن. وقتاش هذه؟ خلال فترة حكم تبون ومن معه للأسف الشديد في جزائر 2025، الجزائر المنتصرة أو الجزائر الجديدة أو جزائر حك تربح، جزائر الإقلاع الاقتصادي، جزائر البحبوحة المالية، جزائر رفع قيمة الدينار، الجزائر التي بلغ فيها سعر الدينار الواحد 100 دولار، الجزائر التي وصل فيها سعر الدينار الجزائري الواحد 100 دولار. هذا ليس كلام سعيد بن زديرة، هذا كلام رئيس تبون. ولا لا ولا غلط؟ رئيس تبون يا أخي ولا لا؟ ورا رئيس تبون. ها قيمة الدينار تاعي مثلا، لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير 140 دولار، نوصلوا أنا باش يدير 100 دولار. فهمت؟ يعني تصبح القيمة حتى بالنسبة للاستيراد، قيمة تاع الدينار ترتفع، يصبح الاستيراد ما يأثرلكش كثير على القدرة الشرائية. هذا هو رئيس الجمهورية الذي لا يعرف سعر الدينار. هذا هو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي لا يعرف سعر الدينار. هذا هو الرئيس الذي يدير مديرية إعلام في رئاسة الجمهورية تسمى زريبة الإعلام، لا تستطيع إدارة حصة ينشطها رئيس الجمهورية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، أو مثل ما يسميها بن زديرة زريبة الإعلام، التي فشلت فشلا ذريعا في إدارة حصة مسجلة، يا عباد ربي مسجلة مش مباشرة. زريبة الإعلام الكوري تاع الإعلام في رئاسة الجمهورية، في الكوري تاع رئاسة الجمهورية، ما قدرش يسير حصة يا دين اسمها حصة مسجلة، ما قدرش يتحكم فيها. تحوس يتحكم في بلاد حصة مسجلة. أنا الآن من حقي أطرح سؤال مثل ما طرحته في الفيسبوك: إذا كان هذه الحصة المسجلة مرت بهذه الطريقة، هناك احتمالين اثنين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن زريبة الإعلام تعمدت تمرير هذه الحصة حتى تحرج وتفضح وتكشف المستوى الرديء لرئيس الجمهورية، المستوى الفاشل، المستوى الساقط لرئيس الجمهورية الذي لا يعرف قيمة الدينار الجزائري، وبالتالي هو لا يستحق أن يكون رئيس لدولة اسمها الجزائر. أو ما فقوش ومر هذا المقطع بدون مراقبة وبدون مونتاج، وهذا فشل ذريع في إدارة مديرية الإعلام، في إدارة خلية التركيب. سيلو المونتاج عندهم ما كانش لا رئيس تحرير، لا محرر، لا مدقق، لا مراقب، لا ما كان والو. حصة مسجلة، الرئيس يعملها جدول ديال حلو بالحلوف، يقول لك سعر الدينار رايحين حابين نوصلوه ل 100 دولار، راهم 140 دولار، نحب نوصلوه ل 100 دولار، وتفوت عادي جدا، وواحد ما يتكلم وواحد ما يراقب. كارثة، كارثة، كارثة. اليوم نسمع أخبار أنه سعر الدينار الجزائري، أو بالأحرى سعر الأورو، وصل وفات حتى 280 دينار. كارثة. سعر الأورو الواحد يفوت 28,000 سنتيم. كارثة. يعني قبل نهاية السنة ممكن يوصل 30. السؤال المطروح الآن: لماذا؟ لماذا؟ الجواب بكل صراحة أن الشعب الجزائري الآن أصبح لا يثق في السلطة، لا يثق في الدولة. الآن اللي عنده 4 دورو بالدينار الجزائري يحولها لسببين. السبب الأول هو الاستعداد للهروب، الشعب الجزائري كله يهرب. اللي عنده شوية دراهم راهو هرب، اللي ما قدرش يهرب لأوروبا لأنه الفيزا صعيبة راهو يهرب لتركيا أو لدبي. نعم، الآن آلاف الجزائريين يهربوا باتجاه تركيا اسطنبول، وراهم يعيشوا ثم لأنه السكنات في روحها شقة في
اسطنبول ارخص من الجزائر. باش تشري شقه ابارتمون في اسطنبول 2 ملاير 2 ملاير ونص، تشري ابارتمون روعه. تشري ابارتمون ب2 ملاير ولا 2 ملاير ونص في اسطنبول بري روعه وتروح تسكن ثم. في الجزائر مستحيل تشري ابارتمون ب2 ملاير الا شريتها في الجلفه ولا في قرديه ولا في القواط ولا في تيارت. اما في الجزائر العاصمه وضواحي الجزائر العاصمه مستحيل تلقى شقه ب2 ملاير، مستحيل. برج الكيفان اللي راهم سكنات بمطبع وتلقى غرفه، نقرا في الاعلانات غرفه وصاله تلقاها يقول لك 900 مليار كذا وبمطبع تاع بالخف بني وطلع. اما سكنات مليحه اللي تقريبا تشبه سكنات اسطنبول مستحيل تلقاها اقل من 5 ملاير. يعني الشقه اللي 5 ملاير في الجزائر تلقاها في اسطنبول 2 ملاير ونص. اذا الناس راهي تهرب. اللي يقدر يروح لدبي يروح لدبي او قطر او اي دوله او سلطنه عمان. الان اتصل بي واحد صديق من سلطنه عمان قال لي بزديره الان، قال لي شوارع اسمها مسقط عاصمه عمان، قال لي على الاقل قال لي كي تمر قال لي على الاقل تلقى 20 جزائري في قهوه. قال لي القهاوي معمرين بالجزائريين. انا بكري كنت في سلطنه عمان تلقى اطارات نتاع سوناتراك قلت سوناتراك بترول يخدموا في نفط عمان. بكري تلقى اطارات، هذا مهندس هذا كذا قليل. يعني عدد الجزائريين يتعدوا على الاصابع. انا كي كنت في سلطنه عمان الجزائريين كي نروحوا نحتفلوا مثلا اول نوفمبر او نحتفلوا 5 جويلية ويستدعينا السفير الجزائري نروحوا باش نديروا حفل، نعرفوا بعضنا كامل معروفين. بالمناسبه نسلم على عبد الحق ونسلم على جمال وكمال وجماعه معروفين. هذا مهندس، هذا استاذ، هذا طبيب في المستشفى الجامعي خاصه جماعه غرتايه بن مزاب، معروفين يتعدوا على الاصابع. الان قال لي كل قهوه تلقى على الاقل 20 جزائري في قهوه. معناتها الان راهم بالالاف يهربوا لسلطنه عمان، للامارات، لقطر، لاسطنبول. واللي يقدر لاوروبا بطريقه قانونيه يقدر، اللي ما يقدرش الحراق راكم تشوفوا البواخر الفلايك هذا هو السريع يوميا 20 30 فلوك راهم الناس تهرب. الناس راهي تهرب. واحد ما اصبح يثيق في منظومه الحكم في الجزائر. الناس راهي تهرب. هذا هو سبب ارتفاع الاورو. اللي عنده 4 دورو يقول لك ما عنديش ضمان، نشتريهم اورو ونخبيهم او نشتريهم اورو ونهربهم خرج من الخارج. الناس راهي تهرب في دراهمها او راهي تخبي في دراهمها لانه التضخم اللي راهو موجود لم تشهده الجزائر منذ قيام الدوله ايام الامير عبد القادر. كاش انهيار في سعر الدينار